قبل ما نبدأ خلينا نرحب بيه في قناتنا، المكان اللي بنجاوب فيه على كل الأسئلة اللي ممكن تخطر على بالك عن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبرمجة. كل واحد فينا عنده فضول ودايما بيسأل على حاجات جديدة، وده بالظبط اللي بنحاول نقدمه هنا، إجابات بسيطة وواضحة ومباشرة لكل استفساراتك سواء كنت مبتدئ أو محترف. فلو المحتوى ده يهمك ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتدعمنا بلايك على الفيديو، ويلا بينا نبدأ. تخيل إنك بتفتح الكمبيوتر وبدل ما تكتب كود طويل عريض بتدي أمر للذكاء الاصطناعي وهو بيكتب البرنامج كله بدالك. هل ده معناه إننا قربنا نشوف مبرمجين من غير شغل؟ في الفترة اللي فاتت تطور الذكاء الاصطناعي بقى حاجة مذهلة بجد، من العربيات اللي بتسوق نفسها للترجمة الفورية والمساعدين الذكيين اللي بيتكلموا معاك كأنهم بشر. بس لما نيجي للبرمجة الموضوع بيكون مختلف شوية. السؤال اللي بيطرح نفسه هنا، هل المبرمجين بقى عليهم خطر ولا إن الذكاء الاصطناعي مجرد أداة بتساعدهم؟ لو رجعنا بالزمن ورا شوية وبصينا على تاريخ البرمجة هنلاقي إن البرمجة مرت بمراحل كتير. زمان في السبعينات والثمانينيات كانت البرمجة مقتصرة بس على العلماء والمطورين وكانت معقدة جدا. بعدين ظهرت لغات أسهل زي السي والبايثون وبقت البرمجة متاحة لعدد كبير من الناس. وفي كل مرة يحصل تطور كبير كانت الناس بتقول إن البرمجة هتنتهي، بس اللي حصل كان عكس كده، البرمجة ما انتهتش، بالعكس دي بقت أهم من أي وقت فات. فهل الذكاء الاصطناعي بقى مجرد مرحلة جديدة ولا ده معناه نهاية البرمجة؟ دلوقتي الأدوات زي جيت هاب كوبايلوت أو اوبن اي اي كودكس بقت بتكتب كود كامل لمجرد إنك تديها تعليق بسيط أو حتى توصف اللي أنت عايزه بجملة عادية. بس السؤال هنا، هل ده معناه إن الذكاء الاصطناعي بقى قادر إن هو يبرمج بجد؟ الإجابة لا طبعا. اللي بيحصل فعليا إن الذكاء الاصطناعي مش فاهم البرمجة زي البني آدم، هو مجرد بيحلل أكوان من الأكواد اللي اتدرب عليها وبيحاول يتوقع النمط الصح للكود اللي المفروض يتكتب. الفرق الجوهري هنا إن المبرمج البشري بيفهم المشكلة الأول وبعدها يبدأ يبتكر الحلول ويعدل ويجرب لحد ما يوصل لأفضل كود ممكن. لكن الذكاء الاصطناعي مش بيفكر ولا بيبدع لوحده، هو بس بيعتمد على الداتا اللي اتدرب عليها. عشان ابسط لك الموضوع اكتر، تخيل معايا كده انك عندك عامل بناء ومهندس معماري. عامل البناء شاطر جدا في تركيب الطوب وبيقدر يبني الحيطه بسرعه لو اديته الرسومات والتعليمات المناسبه، بس هو مش فاهم التصميم ككل ولا يقدر يقرر احسن طريقه لبناء بيت جديد من الصفر. اما المهندس فهو اللي بيفكر وبيصمم وبيعدل الخطه حسب الظروف وبيلاقي حلول للمشاكل اللي بتواجهه اثناء الشغل. نفس الفكره بالظبط مع الذكاء الاصطناعي والمبرمج البشري. الذكاء الاصطناعي زي عامل البناء، بينفذ بسرعة ودقة بس من غير فهم عميق أو تفكير مستقل. أما المبرمج البشري اللي هو المهندس المعماري هو اللي بيفكر وبيخطط ويبتكر حلول جديدة وبيعرف يتعامل مع المشاكل اللي ملهاش حلول جاهزة. بمعنى تاني، الذكاء الاصطناعي هو مجرد مساعد ذكي بيزود الإنتاجية ويسرع الشغل، لكنه عمره ما هيكون بديل للمخ البشري وهيفضل أداة وانت اللي لازم تكون القائد. بما اننا اتفقنا ان الذكاء الاصطناعي مجرد أداة مساعدة مش بديل للمبرمجين البشر، فالموضوع مش بيقف لحد هنا. في تقارير بتقول ان الذكاء الاصطناعي هيقدر ينفذ اكتر من 60% من المهام الروتينية في البرمجة خلال السنين الجاية. بس هل ده معناه ان البرمجة هتنتهي؟ الإجابة لا طبعا. اللي هيحصل إن المبرمجين اللي كانوا بيعتمدوا على كتابة أكواد متكررة وبسيطة ممكن يواجهوا خطر الاستبدال، لأن الذكاء الاصطناعي هيبقى أسرع وأكفأ في تنفيذ المهام دي. لكن على الناحية التانية، المبرمجين اللي كانوا بيطوروا نفسهم وبيعتمدوا على التفكير الإبداعي وحل المشاكل المعقدة هيكونوا مطلوبين أكتر من أي وقت فات. بعد ما اتفقنا إن البرمجة مش مجرد كتابة أكواد وإن الذكاء الاصطناعي لسه قدامه كتير عشان يعوض المبرمجين بالكامل، لازم نسأل نفسنا سؤال مهم: إزاي الذكاء الاصطناعي بيغير طريقة البرمجة فعلا؟ في السنين اللي فاتت ظهرت أدوات بتستخدم الذكاء الاصطناعي مش بس كإضافات بسيطة لكن كجزء أساسي من حياة أي مبرمج. الأدوات دي مش بس بتساعدك في كتابة الكود، دي بتغير طريقة الشغل تماما وبتخلي كتابة الكود أسرع وأسهل. مثلا لو كنت بتكتب كود مش لازم تفضل تدور على الأخطاء بنفسك ولا تفكر في الطريقة المثلى لكتابة فانكشن معينة، لأن الذكاء الاصطناعي بقى قادر إن هو يقترح عليك الحلول قبل ما تفكر فيها. ده معناه إن المبرمجين بقى عندهم وقت أكبر للتركيز على التفكير الإبداعي والتطوير بدل ما يضيعوا وقتهم في الحاجات الروتينية. الخلاصة، الفرق الحقيقي هيكون بين المبرمج اللي بيعرف يستغل الأدوات دي بذكاء وبين اللي هيعتمد عليها بدون ما يطور مهاراته. وده يخلينا نغير صيغة السؤال بتاع هل الذكاء الاصطناعي هيستبدل المبرمجين
ويكون السؤال الحقيقي هو هل المبرمجين هيعرفوا يطوروا نفسهم ويستغلوا الأدوات دي ولا لا؟ خليني أقولك إزاي تضمن مكانك في السوق وسط التطور السريع ده. أول حاجة والأهم إن لازم توسع معرفتك وتتعلم أكتر من لغة برمجة. زمان كان ممكن تتخصص في لغة واحدة وتكمل بيها حياتك، لكن دلوقتي الشركات بقت تدور على مبرمجين عندهم مرونة وخبرة بلغات مختلفة زي بايثون وجافا سكريبت والريست وغيرهم. مش لازم تحفظ كل اللغات، لكن لازم يكون عندك القدرة تفهم وتستخدم أكتر من لغة حسب الحاجة. تاني حاجة لازم تفهم الذكاء الاصطناعي وتستغله لصالحك. ما تخليش الذكاء الاصطناعي حاجة غريبة أو تهديد ليك، بالعكس خليه أداة قوية في إيدك، ولو فهمت إزاي بيشتغل هتعرف إزاي تشغله بدل ما تحس إنه ممكن ياخد مكانك. الحاجة التالتة والأخيرة طور مهاراتك في الأمن السيبراني. مستغرب صح؟ خليني أقولك إن مع زيادة الهجمات الإلكترونية والمخاطر الأمنية بقى ضروري أي مبرمج يكون عنده خبرة في تأمين التطبيقات والشبكات. دلوقتي الشركات مش بتدور على بس اللي يكتب كود، لكن اللي يكتب كود آمن. كل ما كان عندك معرفة أكبر بالأمن السيبراني كل ما كنت أقوى في مجالك. المستقبل مش هيكون للي بيعرف يكتب كود بس، ولكن اللي بيفكر وبيطور مهاراته وبيعرف يستخدم الأدوات الحديثة بذكاء. التحدي مش إن الذكاء الاصطناعي يحل مكانك، التحدي الحقيقي هو هل هتعرف تستغله وتطور من نفسك ولا هتفضل ثابت في مكانك. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. لو عجبتك النوعية دي من الفيديوهات ما تنساش تعمل لايك وتشترك في